ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهاردة شفنا ماتش الزمالك ودي كداها، والمفروض ان احنا كجماهير الزمالك ننخدع في النتيجة اللي تبدو كبيرة. بس اكيد اللي اتفرج على الماتش كان عارف كويس قوي ان الماتش ده الزمالك كان في الشوط الاول بالذات سيء جدا رغم احرازه للاهداف. احنا بنلاعب فريق على قده، لدرجة ان احنا لو كنا كسبنا الماتش ده 10 او 12 ما كناش المفروض نفرح. تمام. الفكره كلها ان احنا مع المدرب فريرا، الزمالك ما بيلعبش كتله واحده وما بيعرفش يضغط ضغط عالي، وبنمثل ان احنا بنعرف نطلع بالكوره من ورا واحنا ما بنعرفش. اللعيبه ما بتظهرش لبعضيها، اللعيبه ما بتتحركش وبتعمل اوفرلاب لبعضيها، الشكل قميء في الضغط. اي فرقه بتعرف بس تنقل كوره هتعرف تنقل كوره علينا كويس قوي وهتوصل، لان احنا ما عندناش شراسه في الضغط ولا شراسه في ان احنا نستخلص الكوره منهم. فرقه على الله حكايتها اللي قدامنا دي. الزمالك كسب مكسب خادع. المفروض النتيجه نقول ان هي افضل حاجه فيها ان الناس اللي ما كانتش جابت اجوان خدت ثقه النهارده وجابت اجوان. عودة سيف الجزيري انه يجيب جون، احمد شريف اول مره يجيب جون، عمرو ناصر يجيب جون، بزيرة وده اهم واحد والوحيد اللي كان تقريبا واخد الماتش جد جاب جونين وعمل جونين. هل لعيبه الزمالك ابتدت تقتنع ان هي لما تباصي لبزيرة هو هيقدر هو كمان يواصلهم يجيبوا جوان؟ اقتنعتوا ان احنا اللي كنا خلاص ناقص نبوس رجليكم عشان نقول لكم ادوا للراجل ده، لانه بينزل في النص في منتصف المساحات وبيطلب الكوره بنفسه. النهارده كام مره بلمسه واحده ينزل يستلم الكوره وبوش رجله يودي اي حد؟ كام مره عملها؟ الجون بتاع سيف الجزيري، سيف فاروق جعفر. شفتوا القطعه بتاع سيف فاروق جعفر لما ظهر له؟ هو ما اننش الراجل، كان يقدر هو عارف انه حريف وعارف انه لو قطم هيقدر ياخد الراجل وهيقطم بيه وهيقدر يحطها في البعيده. انن؟ لا ما اننش، بص الكوره لمجرد ان في حد بس اتحرك له صح. سيف جعفر قطع من ورا المدافع فببساطه جدا راح عامل له الباصه من ورا المدافع. سيف جعفر اول مره نحس ان عنده لمسه جماليه. واضح جدا بالذات سيف جعفر ان عنده ازمه نفسيه مع اللعب ضد الفرق في الدوري المصري. ليه؟ لان النهارده اللمسه اللي هو عملها في الجون اللي هو جابه ده بيبين ان هو عنده حاجه، بس هو خواف. شخصيته مش كبيره، مش شرط خالص يكون ابن الوز عوام. ممكن يكون كابتن فاروق جعفر ده كان احسن واحد في الدنيا، انما ابنه خواف. عادي، صفات شخصيه. طبيعي جدا ان انت لما يكون عندك لعيب زي بيزيرا تديله الكرة في رجله وتجري بسرعه في المساحه هيعرف يوصلها لك. وعلى الاقل خالص لو ما اداهالكش هتفتح له زاويه ان هو يقدر يرقص ويروح واحد على واحد. وتبقى بتطرح سؤال كبير جدا على المدافع: اروح مع اللي بيجري ده ورايا في المساحه، ولا اقف لبزيرة وما اتحركش ورا اللي بيجري ورايا في المساحه عشان امسكه والحق الكوره؟ هتديله اوبشنز كتير ان هو يا اما يوديك يا اما هو يروح بنفسه ويجيب جول. الكرة سهلة وبسيطة، بس احنا بنعاند. مدرب للأسف في ماتش أسهل من السهولة مش عارف يقول للعيبة يضغطوا عالي. انت لو ضغطت عالي النهاردة قسما بالله الماتش كان خلص 10 مستريح. قسما بالله كان خلص 10 مستريح. اللعيبة حاسة ان هي كده كده هتكسب، فعمالين تمشي في الملعب. ماشي، حلو ان انت هتكسب، ما تكسب جامد ودوس، وكل ما يبقى قدامك فرصه تدوس دوس. حرام عليك. النهارده الزمالك كان بادئ بالشكل ده: محمد صبحي، عمر جابر، الونش، حسام عبد المجيد، الله يسامحه اللي مضيع نفسه بدماغه، احمد ربيع، ناصر ماهر واحمد حمدي، وقدامهم عمرو ناصر وبزيرة واحمد شريف. كان بادئ بالشكل ده بالظبط. انا قلت في الحلقه اللي قبل الماتش، قلت ان انت هتلاعب فرقه زي دي ما ينفعش تلعب باربعه ورا وتلعب بشكل عشوائي اللي هو الشكل الطبيعي وتطلع الباك وواحد يقف والكلام ده كله. لا 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 لا, لا. انت طبيعي خالص كنت تقلب الخطه دي، يبقى اتنين ورا وتالتهم المدافع سواء باك يمين او شمال على حسب اتجاه الكوره، ولازم الباك
ايا كان فيهم بقى، عمر جابر او المعلم اللي مضيع نفسه، يروح داخل نص الملعب جنب احمد ربيع وتزق احمد حمدي جنب ناصر ماهر مثلا، وتلعب ضغط عالي على الفرقه وتبتدي تغلطهم بالشكل ده. وحتى لما الفرصه الكوره تبقى معانا، الكوره دي لما تبقى معانا والفريق شكله بالشكل ده، انت لو ضغطت عالي هتلاقي دي فرصه كمان لعمر جابر انه يتقدم، ممكن يبقى ثالث نص الملعب، لان اصلا الفرقه ما بتجيش عليك، وكنت ممكن تبقى بالشكل ده واقف بالشكل ده بالظبط. يبقى حسام عبد المجيد والونش، يمينهم في نص الملعب عمر جابر، احمد ربيع، المعلم، قدامهم قدامهم ناصر ماهر واحمد حمدي، وهنا عمرو ناصر واحمد شريف وبيزيرة، وتضغط عالي على الفرقه اللي قدامك وتلعب كوره تقعد تجيب فيها جوان كده. انت بالشكل ده انت قربت الناس كلها من بعض، عملت ضغط عالي على الفريق. الفريق بقى عنده حلول كتير، كل لعيب معاه الكوره بقى عنده اوبشن 1 و2 و3، يقدر مثلا الكوره مع عمر جابر يقدر يطلع بيها على بزيرة، يطلع بيها على ناصر ماهر، يقدر يطلع بيها على احمد ربيع، يقدر لو اتزنق يرجع على الونش. اديت الكوره لناس معاها اوبشنز كتير، مع ناس قدامهم ما بيطبقوش الضغط صح، ومجرد ما بتعمل الفنت بتلاقي العيل راح، بتلاقي العيل راح. انت اللي لعب كوره وفاهم انا بقول ايه هتلاقي هيبقى فاهم كلامي. اول ما بتعمل فنت وتعمل كده تلاقي العيل راح مشوار كده، دخل الشارع ومش راجع، فانت بتروح بكل سهوله. طب انا ايه اللي يخليني بقى بمنظر فرقه زي قدام زي كده ابعد اللعيبه عن بعضها، واكل اخلي كل واحد في وادي، والجا ساعات للكره الطوليه على بزيره، ولا الجا ساعات على احمد شريف؟ ليه اعمل كده؟ ولما اضغطش ضغط عالي وبس الضغط كده بس لناصر ماهر بيحلق، واحمد حمدي عمال برضو بيحاول على قد ما يقدر ان هو يمسك نص الملعب. كان عمل ماتش كويس بصراحه، بس برضو مش احمد حمدي اللي احنا عارفينه. بس انت ليه بعدت الفرقه عن بعضيها؟ الفرقه دي لو قريبه من بعض في ماتش زي كده قسما بالله هيقعدوا ينقلوا، ممكن تعدي ال 150 نقله في كوره واحده. فرقه تانيه مش هتضغط عليك، وحتى لو ضغط عليك مش هتعرف تاخد الكوره منك. انت مدرب حرام عليك، ما بتعرفش تقرا الماتشات، ما بتقدر، ما عندكش السنس لغايه دلوقتي ان انت تعرف انت بتلاعب فريق ضعيف ولا فريق قوي. وحتى الضعيف ما بتقدرش تحدد نطاق ضعفه، بتقول لنفسك على الماتشات الضعيفه زي مثلا انت بتقراها ان هي ماتشات ضعيفه، زي مثلا المقاولين، الجونه، وادي دجله في الدوري، انت بتقراها كمدرب ان هي ماتشات ضعيفه. بس انت ما تعرفش كويس، ما تعرفش ان على قد ما الفرقه دي تبان ان هي ضعيفه، على قد ما هي بتعمل تكتلات وممكن تعمل تحولات عليك صح. فانت كنت بتتضرب بالتحولات. عشان كده كنت دايما بقول ان انت لازم تقرب باك عكسي يقف يبقى 3 ورا، والباك العكسي يضم دايما يبقى اكنه رقم 6، عشان تقدر تقفل الثغره الجميله اللي كانت بتحصل منها الجون اللي بيجي ما بين دايما بنتايج وحسام عبد المجيد، وما كانش بيقدر يغطيها عبد الله السعيد. فانت بالشكل ده كنت هتقفل وتعمل ليبرو، وفي نفس الوقت يبقى 2 في نص الملعب، حتى لو هو ضغط عليك واحد تقدر ترحل وعبد الله السعيد يرجع معاك، وفي نفس الوقت اللعيب ده يقدر يرجع رابع ورا ويقفل لك الثغره دي، وهكذا. او يرجع هو باك وده يرجع مكانه، وعبد الله السعيد يرجع ويكون معاه الوينج سواء احمد شريف او شيكو بنزا. فانت مدرب لغايه دلوقتي انا بالنسبه لي مش عارف قيمة الزمالك، مش عارف تحدد قيم الفرق اللي قدامك، ومش عارف تقول انا هلعب بأنهي طريقة تناسب الماتش. الماتش اي حد هيسمع النتيجة من بره هيقول لك واو الزمالك ده شكله نصب السيرك. اي حد هيتفرج على الماتش هيبقى عايز يقوم ويكسر دماغه في الحيطة، عشان شايف استهتار واستهبال، ومفيش حد بيطبق شكل معين. الزمالك بيلعب بخطة يلا بينا يلا مع بعض كلنا ان شاء الله الفرقه تبقى ضعيفه ونكسبها. ده حرفيا اللي بيحصل. مفيش جمل، مفيش طريقه كويسه، واي فريق هيلعب عليك كوره بيعرف يلعب كوره تقعد تجري وراه، تقعد تجري ورا الكوره كاننا بالظبط في دوري مدارس. والاهلي لما مثلا في ماتش وعمل معاك كده، انت حتى التحولات اللي انت المفروض ان انت بتلعب عليها وان انت عايز تخلي فرقتك تلعب تحت الضغط وتعمل تحولات على بيزيرا مثلا ولا علاء الدباغ عشان بيضغط عالي، ما كنتش عارف تعملها. اصبحت فعلا بتجري ورا الكوره، فضلت منتظر لغايه ما جه فيك التعادل وجه فيك الجون الثاني. اتمنى فيريرا يغير طريقه تفكيره
وهيبان قوي في الماتش الجاي بتاع العوده بتاع يوم الجمعه. اظن كده انت قريت ان الفرقه دي ضعيفه وشفتها على الملعب قدامك. وريني بقى الماتش الجاي هتغير ايه في فرقتك، ولا هتلعب بنفس الطريقه وهتخلي شكلك برده مش حلو وتقول اصل انا ضمنت. ما انت اصلا عمال بتقول الوقت هو اللي كفيل ان هو يخليني اوري جمهور الزمالك ويخلي ان انا اعمل شكل وطريقه لعب كويسه. طب ما الوقت قدامك، في فرقه افريقيه في محك يعني افريقي واكنك بتتدرب عليهم. ورينا يا باشا حاجه، يلا اشتغل. اديك شفتهم، هنقول اول ماتش انت ما كنتش عارف ومع ذلك كسبتهم. النتيجه المفروض كبيره بالنسبه لك وانت قاعد بره بقى وفاكر نفسك ان انت جبت الديب من ديله. هيبان بقى الماتش اللي جاي انت هتعمل ايه. هتريح لي بقى الناس. لو ريحت لي الناس بره وقلت انا كده كده كسبان، يبقى انت راجل جاي مش جاي بتقول براهن على الوقت والكلام ده كله. لان رهانك على الوقت معنى كلامك بكلمه رهانك على الوقت ان انت عايز تخلي الناس دي يبتدوا ياخدوا على بعض ويبتدوا يلعبوا مع بعض عدد ماتشات كبيره وعدد دقايق كبيره عشان يبتدوا يحفظوا بعض. طب هو في اسهل من ماتشين في افريقيا اللعيبه دي تلعب مع بعض عشان يحفظوا بعض؟ اظن مش هيبقى في اسهل من كده واحسن من كده فرصه عشان تخلي اللعيبه تعمل تجانس ويقربوا من بعض اكتر ويلعبوا بقى كوره واحد اتنين، وده يتحرك لده وده يروح لده وده يعمل اوفرلاب لده. ده الطبيعي. اي حاجه تعملها غير كده هتبقى سخافه، هتبقى راجل ما عندكش ريحه الفكر حرفيا. اتمنى اشوف الماتش الجاي الراجل ده بعد ما شاف فرقه زي دي ولا بتعرف تضغط عالي ولا بتعرف تضغط وهي تحت الكوره ولا بيعرفوا يلعبوا على الكوره الثانيه، ما بيعرفوش يعملوا حاجه حرفيا. انت تقدر تعمل كل اللي انت عايزه في الماتش. وريني بقى هتعمل مع خصم زي ده ايه. يلا وريني كاتشانتك. ولا هتنزل برضو ويقعدوا يحلقوا وكل واحد يحرجم بالكوره كده ويقعد يحنجل بيها ويلف حوالين نفسه وجات جون ما جاتش. احنا في اخر الماتش النهارده حرفيا كانت الفرقه كلها عماله تشوط على الجون عشان عايزه يجيبوا جون، مع انهم سهل جدا لو باصوا باصه واحده بس صغيره كده هيودوا بالاثنين انفراد. كل واحد كان عايز يجيب جون لنفسه. ده معناه ان مفيش مدرب واقف بره. اللي انا بقوله ده معناه ان مفيش مدرب واقف بره بيتكلم بيقول لهم العبوا وباصوا وان شاء الله تخش بالكوره وهي الجون. العبوا لعب شوارع، ما تسترجلوا. مفيش حد واقف بره بيوريهم العين الحمراء ولا بيقول لهم يلا العبوا. والله الوضع سيء. اللي جاي اسوأ، اللي جاي اسوأ. احنا متهيألي ان احنا نلعب مع البنك الاهلي يوم 30. ده ربنا يستر الماتش ده، ربنا يستر. ايمن الرمادي هيدلعك، هيدلعك مش هتعرف تعمل عليه ماتش. اوعى تفتكر ان كابتن ايمن الرمادي سهل او بسيط او لعبه ما بيعرفش يلعب بالكره من ورا وبيخلي اللعيبه تقرب من بعضيها ويعمل هجمات مرتده والكلام ده. لا لا لا، بيعرف وعنده ناس هجامه وقدام الفرقه قويه، مش وورا الفرقه بتاعته قويه، ونص الملعب عنده يعني متوسط بس بيعرف يخليهم يوقفهم صح. اتمنى اتمنى نشوف لك امارات يا عم فريرة. شكرا، سلام عليكم.